يعني إيه التجسد؟ تخيل كده إن في ملك كبير قوي، والناس اللي هو ملك عليهم محتاجين مساعدته. بس كان في مسافة كبيرة وسور عظيم، والسور ده عامل حاجز بينه وبينهم ومخليهم مش قادرين يوصلوا ليه. فالملك عمل حاجة غريبة جدا، حاجة مش طبيعية. نزل من قصره ولبس لبس الناس العاديين وعاش وسطهم وأكل معاهم وسكن في مدينتهم. كل ده من غير ما يبطل يكون ملك. هو نفس الملك، بس هو اختار يبقى شبههم عشان يقدر يكلمهم وينقذهم. ده بالظبط اللي عمله ربنا، نزل وسطنا وأخد جسد زي جسدنا من غير ما يبطل يكون الله. فبقينا نقول المسيح هو إله كامل وإنسان كامل في نفس الوقت، مش نص إله ونص إنسان، لأ، كله كامل. زي النور لما يدخل جوه الإزازة هتبقى منورة بالنور، بس النور نفسه ما بيتغيرش ولا بيقل. وده اللي بنسميه التجسد. ربنا اختار يبقى معانا عشان احنا نرجع ونختار نبقى معاه. وليه ربنا اتجسد أصلاً؟ لما الإنسان